هو زينة الجامعات الأمريكية وأمل الجامعات الأوروبية وحلم العالم. يعتبره أهل العلم جاليليو هذا الزمان، ويصفه آخرون بكريستوفر كولومبوس لعالم الفيمتو. الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. بأعظم إنجازات العلم استطاع اختزال الزمن وفتت الثانية إلى ملايين الجزيئات، فاتحا أمام الإنسانية أبوابا جديدة للأمل في كل مجالات الحياة. أنت أكيد المصري. إنه أحمد حسن زويل الذي أبصر النور يوم 26 من فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور، وفي 4 من عمره انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي. التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله على الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في تخصص الكيمياء. حصل على درجة الماجستير في علم الضوء، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة دراسية، وحصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا ما بين عامي 1974 و 1976، ثم انتقل للعمل في جامعة كالتك منذ عام 1976 وحتى اليوم، وهي من أكبر الجامعات العلمية في أمريكا والعالم. شم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. عندما منح زويل جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 بدا ذلك كما لو كان القرن العشرون قرر تكريم أعظم علمائه، ليذهب القرن في حضن الزمن وينتقل زويل إلى فضاء قرن جديد متربعا على قمة العلم. عندما منح أحمد زويل جائزة نوبل عام 1999 نفض المصريون عن أنفسهم كل هموم الزمن، وتغنوا وتباهوا بابن النيل الذي ظلت مصر بعطرها ونيلها ومقاهيها وفتيتها وصباياها الخلية العصية على التغير مهما طال السفر. من قمة مسبيرو إلى قمة العلم مع العالم المصري وحديث الدنيا أحمد زويل، عاشق مصر والنيل ومحفوظ وأم كلثوم. ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالب الدهر كفون الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالب الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذرات القرآن عندي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذرات القرآن عندي.
خير، وكل عام والأمة بخير وسلام. أنا سعيد بحديث اليوم إلى شعب مصر العظيم الذي أتشرف بأنني أحد أبنائه. زي حضراتكم أنتم عارفين، أنا تحدثت إليكم بعد أيام قليلة من قيام ثورة يناير في هذا العام، وتحدثت عبر بيان أذيع للشعب المصري على قناة دريم والجزيرة والعربية، وطلبت في هذا الوقت بوضوح بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ثم بعد ذلك كنت بين أبناء هذا الشعب والتقيت بشباب الثورة حتى جاء اليوم التاريخي يوم 11 فبراير 2011، وكان لي الشرف أن أتحدث من هذا المكان من التلفزيون المصري في أول يوم بعد التنحي، وهو يوم 12 فبراير، على التلفزيون مباشرة إليكم. في الحقيقة في هذا الوقت شفت وعشت البهجة والفرحة في عيون كل المصريين، وأتذكر في صورة لا تنسى بكاء الفرحة من جميع طوائف الشعب المتطلع لأمل جديد وفجر جديد ولمصر الجديدة. ولكن بعد شهور من هذه الثورة المجيدة أجد نفسي الآن للأسف أن البهجة تتراجع والأمل لم يعد كما كان، وهذا هو سبب حديثي إليكم في هذا المساء. نحن جميعا في حاجة إلى عودة الروح وعودة الأمل. في تاريخنا الحديث شهدت مصر 4 ثورات، من ثورة عرابي لثورة سعد زغلول لثورة 1952 وإلى ثورة 2011. هذه الثورات كانت من أجل إنهاء احتلال أجنبي أو من أجل تغيير نظام سياسي، من أجل حياة أفضل. وثورة 25 يناير كانت من أعظم الثورات، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى العالمي. ثورة حضارية ألهمت العالم أجمع، ثورة عصرية استخدمت أعظم وأحدث أدوات التكنولوجيا في عصر المعلومات، وثورة شاملة التحم فيها جيش مصر العظيم مع شعب مصر العظيم، التحم فيها المسلم والقبطي، الرجال والنساء، الكبار والصغار. ولكن كانت ثورة بدون رئيس أو زعيم، وعليه هناك الآن آراء مختلفة، انقسامات وخلافات وتيارات جديدة وأيديولوجيات جديدة وقديمة. هذا بالإضافة أنه في تاريخ جميع الشعوب أو كل الشعوب فإن الثورات تمر بمراحل صعبة. وأيضا بجانب هذا أن التوقعات عالية جدا للشعب بعد الثورة، بعدما عانى من حكم 30 عام. أشبه حضراتكم هذا الوضع بإنسان مريض كان عنده ورم أو سرطان في المخ، وجاء بعض الدكاترة العظام وبدأوا يستأصلوا هذا الورم، يعملوا عملية جراحية دقيقة جدا لأنها في المخ. وفتح وعمل العملية واستأصل الورم ده، ولكن المريض ده موجود في حجرة أو في مستشفى ملوثة فيها بكتيريا كتير، ولا يمكن أن يشفى هذا المريض إذا كانت البكتيريا ستبقى على ما هي عليه. فاستئصال الورم نفسه لا ينجح العملية نفسها، ولكن بعتقد ان في
نجاحات حصلت من استئصال الورم ده. أنا هستخدم التعبير ده في خلال الحديث ده كله. إيه النجاح اللي عملناه باستخلاص الورم اللي كان موجود في المخ ده ومسبب العجز الفكري والعلمي والاقتصادي وكل اللي عند هذا المريض؟ النجاح اللي عمله استئصال الورم ده ان مصر الان تحاكم صناع الفساد. مصر الان جعلت العالم اجمع يحترم الاراده المصريه. مصر الان سوف يحكمها رئيس لا يمكن ان تزيد مدته عن 4 سنوات لفتره، واكبر مده هي 8 سنوات. مصر الان تحلم بمستقبل جديد في التعليم والإنتاج القومي على المستوى العالمي. ولكني أيضا أعلم أننا لم نكمل مسيرة الثورة إلى الآن، ولا بد من القضاء على البكتيريا عشان خاطر المريض يقدر يصحى ويقدر يتحرك ويقدر ينتج ويقدر يعيش حياة كريمة. عندنا مواضيع مهمة لابد من نجاحها: الانتخابات وآلياتها، الدستور الجديد ومحتوياته، الأمن الداخلي والاستقرار، الوضع الاقتصادي وهكلمكم شوية عليه في الآخر ده، قانون الطوارئ وحرية الفرد والإعلام وخلافه. ولكن الإخوة والإخوات، احنا عندنا دلوقتي خيارين: إما أن نترك البكتيريا لتنتصر ولا يمكن للمريض أن يشفى، ونقعد نتحدث عن البكتيريا وألوانها وأنواعها، أو نشارك فعليا في القضاء على البكتيريا. وهذا لم يحدث في رأيي إلا إذا تجمعت القوى الشعبية حول هدف واحد، وهو انتقال مصر إلى الديمقراطية الحقيقية. وفي تقديري إن كل أخطاء الماضي بما فيها الحاجات اللي كلكم عارفينها واللي أنا لا أرضى عليها أبدا، كل أخطاء الماضي سوف يتعامل مع التاريخ وسوف يتعامل مع الأشخاص اللي كانوا سبب في هذا. ولكن حان الوقت أن تتحد مصر لنجاح الانتخابات القادمة والمشاركة الفعالة بأكبر عدد ممكن من المصريين، نقدر بحوالي 50 مليون يمكن للمصريين أن يشتركوا في هذا. لأن وصلنا إلى مجلس الشعب بالطريقة الديمقراطية الحقيقية، أنا بعتقد هتكون خطوة مهمة جدا في هذه النقلة الديمقراطية لمصر. وأنا الحقيقة شايف بكل أمانة أن المناقشات كلها حاليا لا داعي للخوف في التركيبة للمجلس، الإخوان والمسلمين ومش عارف الفلول وغيره وغيره وغيره. أنا بعتقد أن كل بلاد العالم بما فيها الديمقراطيات الكبيرة مثل أمريكا يوجد فيها اليمين المتحفظ. أكثر من 30% في أمريكا من اليمين المتحفظ. أنا كنت لسه راجع رحت باريس لمدة يومين، وكان شرودر بيتكلم اللي هو كان التشانسلر بتاع ألمانيا السابق، فبنكلمه، كنت بتكلم كلمة عن مصر، فقال إن وجود الجماعات والتيارات الإسلامية في مصر لا يختلف كثيرا عن اللي بيحصل مثلا في ألمانيا. فأنا شايف الأساس في هذه العملية هو التحول الديمقراطي، ولو المصريين ما عجبهمش مجلس الشعب اللي هيقدروا يغيروا مجلس الشعب ده، ولو ما عجبهمش رئيس الجمهورية القادم هيغيروا رئيس الجمهورية القادم، إذا كان عندنا ديمقراطية حقيقية. بهذا نكون إن شاء الله في نجاحنا في عملية الانتخاب ديت انتهينا من كل أطياف البكتيريا، وانتهت العملية في استئصال الورم، ونجحنا في ان احنا نقدر المريض اللي كان عندنا ده يبدأ الحياة الكريمة ويبدأ في عملية الإنتاج. ولكن هناك مشكلة أخرى: استأصلنا الورم وقد
قضينا على البكتيريا اللي هو التلوث، ولكن ما غيرناش العقل والفكر. ما غيرناش العقل والفكر. لمدة 30 سنة التعليم وغير التعليم والثقافة وكل ده كان جزء أساسي من الحياة المصرية، وبالتالي لا يمكن تغيير. فبعد ما نجحنا في العملية الجراحية، دلوقتي ننجح في عملية تغيير الفكر بالعلم والبحث العلمي. ولا أرى طرق أخرى لتغيير مصر وعمل نهضة حقيقية في مصر إلا إذا تجمع الشعب المصري بالكامل حول مشروع قومي. والحقيقة أنتم سمعتوا كتير جدا على المشروع القومي لنهضة مصر العلمية، وأنا السبب إن أنا ما اتكلمتش عنه ولا خرجت في الإعلام إن أنا أتكلم عنه، إنه أنا شايف إن في كلام كتير، وإن الإنسان لما يكون عنده حاجة جديدة يبقى يخبر أو يكلم فيها الشعب المصري. أنا سعيد في هذه الأمسية إن أنا مش بس إن أنا أقول لكم إن عندنا حاجات عملناها بعتقد إنها خطوة مهمة جدا في هذا الطريق، ولكن أنا سعيد كمان إن هيكون بعد هذا الحديث هيكون معنا نخبة من رموز وعلماء مصر لنناقش هذا المشروع وما يحدث في مصر بعد الثورة. فعايز دلوقتي بس لو تسمحوا لي أبدأ بشوية شرائح أو سلايدز واتكلم على مصر، وتعرفوا قد ايه عظمة مصر في الماضي، وازاي هنقدر بمشروع قومي ان شاء الله ان احنا ننتقل بمصر الى القرن ال21. الشرائح باللغة الانجليزية، ولكن لسبب انا هتحدث باللغة العربية شوية المكسرة بتاعتي، ولكن بالانجليزي بالذات عشان ديت مذاعة هتكون على اليوتيوب وهتكون على القناة الفضائية، وبالتالي أحب أن الأجانب أو أولادنا اللي موجودين في الخارج المصريين اللي هم بأعداد كبيرة جدا يقدروا كمان يتابعونا في هذه الأمسية. احنا شعارنا في المدينة لو نشوف السلايدز أنه مصر تستطيع، بالإنجليزي Egypt can، ولازم ان ايجيبت كان مصر تستطيع، ومصر هتعملها ان شاء الله. خلينا نبص نظرة بسيطة ان دي حاجة مش جديدة على مصر، دي مش جديدة على مصر. فانا هديكم بس يعني لحظات من الحضارة القديمة اللي كانت فيها مصر عبارة عن منارة للحضارات، وبعض الحاجات عن عصر الاسكندرية، وبعدين العصر الاسلامي، وبعدين فترة محمد علي، وبعدين العصر الحديث اللي احنا فيه. حضراتكم 6000 سنة بالتحديد 4240 سنة قبل الميلاد كانت هذه البلد الأمين أول من عرف بدقة معنى الزمن في التقويم الزمني، وده كان مهم جدا بالنسبة لفيضان النيل. بس بعد كده عملوا حاجة اسمها السولار كالندر اللي هو أساس التقويم الزمني إلى وقتنا هذا، وفي كتب وكتب وكتب عن 6000 سنة من التقويم الزمني اللي بدأ في هذه الأرض الغالية مصر. وكان لي الشرف أن بعد 6000 سنة أن أكون مشترك في تقسيم الزمن. يمكن هم كانوا بيبصوا على السنة والشهر والساعة، وعملوا الساعة كمان، وكل ده لحد ما أوروبا جات وعملت الدقيقة والثانية وغيره، وإحنا بعد كده قدرنا إن إحنا نشتغل زي ما سمعتوا في المقدمة في تقسيم الثانية إلى مليون من البليون من الثانية لرؤية بعض التفاعلات اللي بتحصل في الطبيعة. فترة الإسكندرية في مصر ده كان بيمثل للعالم كله مركز التحضر العالمي. يعني زي النهاردة الناس ما بتروح أمريكا عشان تروح كالتاك أو MIT أو هارفارد أو ستانفورد أو هي كانت الإسكندرية اللي الناس بتروح لها عشان تشوف أحدث ما توصل إليه العلم. فعلا كل الحضارات التقت هناك، الحضارات الإغريقية، الرومانية، العربية، كل الكالتشرز دي كانت موجودة. ويكفي جدا إن كان في هذا الوقت فيما يقرب من 1,000,000 اللي احنا هنسميهم النهارده كتاب
موجودين في مكتبة الاسكندرية. ودي بتبين قدام حضراتكم، يعني ده مش بس كلام، يعني ده موجود ومدروس ومكتبة الاسكندرية هنا تقدر تشوف فيها كل الحاجات ديت. وكان مثلا عندنا بيزور في الاسكندرية على سبيل المثال أرشميدس اللي هو قال الكلمة الشهيرة يوريكا، وكان بيدرس وبيدرس في الاسكندرية. كان عندنا يوكليد اللي هو أساس علم الهندسة الفراغية دي كلها، كان موجود معانا هنا في الاسكندرية. دايما بيقولوا علينا ساعات ان احنا متأخرين وان المرأة لم تأخذ دورها. هنا هيباتيا في حوالي 370 بعد الميلاد، وهي تعتبر اول سيدة في الرياضيات والفلك والفلسفة. نيجي لفترة مهمة جدا اللي احنا ساعات ما بنهتمش بيها، فترة العصر الإسلامي اللي ازدهر وكان أساس في النهضة الأوروبية. أنا بس بذكر لكم هنا 4 أسماء فقط لا غير: الحسن بن الهيثم، الخوارزمي، ابن سينا، وابن رشد. بس 4. وأنا مهتم جدا ببعضهم لأنه يعني لبعض الحاجات اللي أنا مهتم بيها الأيام دي. فناخد مثلا على سبيل المثال الحسن بن الهيثم. الحسن بن الهيثم كان من عاش في العراق وبعدين في القاهرة. تجربة عملها بسيطة جدا أثبتت للعالم إلى يومنا هذا إن كل الكاميرات اللي موجودة في العالم ديت وكل الفوتوغرافي اللي موجود في العالم ده وكل التصوير اللي موجود في العالم ده كان معتمد على نظرية الحسن بن الهيثم. وعمل التجربة، يعني هو عمل ثقب اللي انتوا شايفينه ده، وشايفين انتوا المأذنة مثلا وراها الشمس، فلما الشمس بتيجي على المأذنة بتمشي الخطوط بتاعة الضوء ديت إلى الثقب، وبعدين الثقب ده بيقلب الايمج بيسموها او الصورة بتاعة المأذنة، فبتبان في الطرف الثاني من الحجرة كأنها مقلوبة. هي دي فكرة الكاميرا، وعشان كده في الغرب في هذا الوقت سموها كاميرا اوبسكيورا. الحسن بن الهيثم سماها الغرفة المظلمة، وهي ديت أساس في علم النهاردة التكبير والتصوير والإيميجينج وكتب. يعني من أعظم العلماء اللي كتب عن ده على فكرة عالم مصري هو أستاذ في جامعة هارفارد وترجم كل أعمال حسن ابن الهيثم. وده كان أساس على فكرة الشغل بتاعنا والكتاب اللي احنا نشرناه، ان احنا عملية التصوير باستخدام الإلكتروني. ابن الهيثم استخدم الضوء، احنا هنا دلوقتي في القرن 21 بنستخدم الإلكترون عشان ان احنا نكبر ونشوفه في عمل الزمن. كان أساسه برضه معتمد على فكرة الحسن ابن الهيثم. ده كان 1000 سنة أو أكتر. دلوقتي في مثلا ناخد مصر 200 سنة بس، 200 سنة مش كتير في التاريخ. أما بص وأنا قاعد بفكر في ده النهاردة الصبح على فترة محمد علي ونهضة محمد علي، وأنا بذكر هنا أسماء قليلة جدا من مئات الأسماء: رفاعة الطهطاوي، الشيخ محمد عبده، طه حسين. دي كله ده اتركب على النهضة اللي هي كانت أساسية بمحمد علي. طه حسين، توفيق الحكيم، محمود العقاد، نجيب محفوظ. وبعدين نيجي في الفن والأدب أم كلثوم، عبد الوهاب. نيجي في العلم الدكتور مصطفى مشرفة والدكتور أحمد مصطفى اللي اتعملت تجاربه على سطح مع واحد ألماني على سطح جامعة القاهرة، والأستاذ الصنهوري اللي هو يا ريت إن احنا نقرأ اللي كتبه وعمله في وضع الدساتير العالمية وبالذات بالنسبة لمصر. المؤسسات العظيمة اللي بنتها مصر، جامعة القاهرة من تقريبا من 100 سنة. السينما، كنا من أكبر بلاد العالم تطور في بداية السينما والمسرح. البريس اللي هي المطبعة، الأهرام كانستيتيوشنز كمؤسسة، دي من أكبر المؤسسات اللي كانت في العالم عندما أنشأت. وسبورتس كلاب وحاجات كتيرة جدا اللي مصر بنتها نتيجة هذه النهضة اللي عملها زي محمد علي بقدرته على تفهم، مع انه كان امي لكن تفهم دور العلم الاساسي. وطبعا كان فيه رواد زي رفاعة الطهطاوي اللي اسبب الحقيقة هذه النهضة. احنا بقى طيب جيلي انا مثلا، انا بسميها دريمز اند كلاينز. انا دي جيلي انا
اللي هي لما جت ثورة 52 وكنا بنحلم وبنحلم كبير. كان عندنا ريادة في المنطقة وكنا بنحلم ببناء السد العالي، كنا بنحلم ببناء اللي هم النهارده بيسموه الميجا اندستريز، يعني بنبني صناعات ضخمه جدا، الحديد والصلب ومش عارف المفاعل الذري في انشاص والاخ. التعليم ما كانش وحش ابدا، احنا تعلمنا كويس جدا في مصر في هذه الفتره. طبعا ممكن واحد يقول انها بدات الانحدار ده يحصل في هذه الفتره، ولكن اللي انا بتكلمه على الجيل اللي انا عشته. احنا كنا سوبر باور في المنطقه، يعني انا سميتها هنا سوبر باور لان كنا سوبر باور، كنا قوه عظمى في المنطقه من ناحيه الثقافه ومن ناحيه السياسه والرياده بالنسبه لمنطقه على الاقل منطقه الشرق الاوسط. انا بعتقد من الحاجه اللي بننساها كمان انه لا يمكن ننسى ان احنا اتهزمنا في 1967. يعني انا نفسي كنت طالب هنا في البكالوريوس في 67 واعلم جيدا الكسره والنكسه اللي احنا عطيها، لكن برضه تشوف مصر وعظمتها ان في 6 سنين قدرنا نعمل انتصار محترم ان العالم يحترمنا عليه، اللي هي كانت حرب 73. وده انتصار مش سهل، واللي يحاول يخفف منه ويقلل من قدره ما يبقاش الحقيقه يعني زي ما بيقولوا فير مع التاريخ الحقيقه. لكن بعد 73 انا بعتقد انه لحظ مصر، وارجو ان احنا ما نتجهش في اتجاهات اللي هي بس الكلام وده وده واحنا ما بنعملش حاجه عشان خاطر مصر، ان اتحكمنا بنظام شمولي. وكان انا اتكلمت عن ده كتير جدا، وياما اعطيت محاضرات عن ده، وياما كتبت داخليا وخارجيا على انه لا يمكن ان عظمه مصر والقدره البشريه العظيمه اللي موجوده في المصريين انها تكون على احدث ما نبغاه إذا كنا بنقمع الحريات والهيومن رايتس زي ما بيقول. طيب يبقى إيه ده الحل؟ يعني كان الحل اللي عندنا من بعد 73 لمدة 30 سنة، أنا بستعير كلمة من الدكتور علاء الأسواني، إن الحقيقة الحل هو الديمقراطية، بس الديمقراطية وسيلة، الديمقراطية هي مش الحرية وحقوق الإنسان، الديمقراطية هو نظام حكم يساعدنا على إن احنا نوصل للي احنا عايزين نوصل. كل اللي حصل لنا في آخر 30 سنة، وأنا مش عايز أخش في ده أبدا، بس أنا عايز أوريكم إن هو إحنا فين في شريحتين بس، وبعد كده أنتقل إلى إحنا رايحين فين بقى بالمستقبل. ده أحدث تقرير طالع من مؤسسة كبيرة في أمريكا اسمها تومسون رويترز، وأنا كتبت سألوني إن أنا أكتب المقدمة بتاعته، بس بيقول إيه بملخص الكلام؟ بيقول إن التقدم اللي حاصل حاليا دلوقتي في منطقة الشرق الأوسط اللي هو ليه علاقة بالتقدم والإنتاج العلمي والإنتاج المحلي على المستوى العالمي، إن حاليا تركيا طلعة زي ما أنتم شايفين كده في آخر 10 سنين طلعة كبيرة جدا، يليها طلعة إيران طلعة كبيرة جدا، ولكن للأسف نتيجة اللي حصل لنا في آخر 30 سنة إن سواء مصر أو السعودية أو الأردن أو غيره تقريبا إحنا في الوضع زي ما كنا عليه من سنة 2000 إلى 2000، يعني في فترة 10 سنين. احنا ترتيبنا في الجامعات العالمية انتوا عارفينه، وانا يعني مش حاجة جديدة عليكم، بس انا بقول لكم يعني في كل الجامعات الحديثة الكبيرة يعني يبقى يعيب. انا ببقى متضايق جدا لما بقرا يعني ان احنا الحمد لله ان احنا عملناها لجامعة مثلا 500 او قريبة من 500. ابدا، مصر عظمتها وبقدراتها وبتاريخها اللي انا وريته لكم ده لازم تكون من ال10 وال20 الاوائل. ليه لا؟ لأن مصر عندها القدرات وعندها التاريخ اللي يقدر يديها ده. بكل المشاكل دي أنا في اعتقادي ودايما عندي التفاؤل ودايما عندي الإرادة، ومحدش أبدا قدر ينزعها مني في آخر 15-20 سنة، إن أنا بقول إيجيبت كان، مصر تستطيع وستيل كان، ما زالت قادرة على انها بكل الصعاب اللي احنا مرينا فيها في اخرته. ليه بقول انا الكلام ده؟ مش كلام بس عاطفي، انا بقول الكلام ده لان عندنا الموارد البشرية، وانا اعلم ده جيدا لما بدي بس كلمة في مصر
وأعرف كم ألف بيحضر هذه الكلام. مصر موجود فيها العنصر البشري كويس جدا، احنا مش بلد ناقصها العنصر البشري ده. ثانيا مصر عندها الكابيتال، معلش هي طلعت صغيره شويه لكن عندها الكابيتال، عندها موجود الفلوس في مصر، وانتوا دلوقتي هتشوفوا احنا بس بدأنا المشروع القومي ده بقالنا كذا شهر، والمصريين قادرين على انهم يعملوا ده. عندنا كمان اللي انا بسميه العبقريه التاريخيه لمصر. أنا بزور يعني بلف العالم وبشوف قد إيه الناس فرحانة وسعيدة باللي حصل في ثورة مصر، وإن إزاي لو مصر دي طلعت بتعيد الأمجاد التاريخ فالحقيقة مصر لها وضع خاص وإحنا يمكن مش مقدرينه لحد دلوقتي في الوقت الحالي. أنا بتمنى إن إحنا بقى نطلع من بسميها من ريفوليوشن تو رينيسانس، من الثورة إلى النهضة. طيب ازاي نعمل ده؟ انا بعتقد ان هم في 3 حاجات اساسيه انا كتبتهم في مقاله كبيره طويله يعني. نمره 1 الحكم الرشيد، ما فيناش عندنا حل تاني، لا يمكن ان احنا بعد هذه الفتره الاخيره من 30 سنه ان احنا نعيش تاني من غير حكم رشيد. المؤسسات الديمقراطيه الحقيقيه لابد من انها تنشأ دلوقتي في مصر، وكلنا نتحد على ان احنا ننجحها في مصر. ثانيا التعليم، لا يمكن ان احنا نقدر ندخل بوابة القرن ال21 من غير ما نعمل النهضة العلمية والبحث العلمي. ثالثا واكون يعني صريح كالعادة معكم، المجتمع المصري لابد دلوقتي من استخدام الطرق الحديثة، وهتكلم عنها شوية، في عملية تحديث الإعلام والثقافة. تحديث الإعلام والثقافة في حاجات كتيرة جدا لابد ان احنا كلنا نعمل عليها عشان خاطر نكون في العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه. طب ليه عايزين نعمل بحث علمي؟ كتير جدا انا واجهت مشاكل في الماضي من بعض الناس انهم يقولوا انه يعني بحث علمي ايه؟ احنا دولة فقيرة، ويقولوا لي دولة فقيرة وبعدين ابص انهم بيبنوا في مارينا بالقصور، لكن يقول لك احنا دولة فقيرة وما نقدرش على البحث العلمي. بس البحث العلمي اذا ما عندناش بحث علمي هنبقى فقراء، يعني. فانا هديكم مثال هنا يعني يمكن يكون شيق شوية. ده بيسموه التايني بارتيكل، يعني ايه؟ جزيء صغير جدا حجمه او الكتلة بتاعته او الوزن بتاعه للإخوة اللي بيعرفوا الحاجات دي 10 to the minus 31 كيلوغرام. يعني ايه؟ يعني ده تقدر تقول بليون 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 مش عارف حجم الكيلوغرام، بتقسم الكيلوغرام ده لكذا كذا كذا بليون متطابق. بأنه حجم صغير ده اسمه الإلكترون، ده اسمه الإلكترون. يعني انتم ما كنتوش تقدروا تشوفوني الليلة من غير الإلكترون ده. الإلكترون ده اكتشف في كان في كامبريدج بجي تومسون، وكان في القرن ال19 في أواخر القرن ال19. نشوف بقى الاكتشاف البسيط ده في البحث العلمي، وعلى فكرة كانت حاجة جميلة جدا ازاي اكتشفوا، بس نشوف ازاي اكتشف ده عمل ايه. وأعطانا الترانزستور والكمبيوترز. لما كناش اكتشفنا الالكترون ما كناش النهارده هيكون عندنا الكمبيوتر والترانزستورز، ما كانش هيكون عندنا الليزرز، ما كناش فاهمين يعني ازاي نركب عمليه الليزرز ديت، وفي نظريات وغيره وغيره. ما كناش هنقدر نفهم حتى التركيبه او التركيبه المعقده للجزيئيه للدي ان ايه والجينات والامراض و الى اخره. ما كناش هنقدر نعمل صوره للمخ بتاع الإنسان باستخدام حاجة اسمها magnetic resonance imaging. magnetic resonance imaging حضراتكم ده اللي انت بتروح المستشفى وبتعمل ده وبتشوف مش عارف ايه، ده معتمد على ان احنا بس بنتكل كده الالكترون من مكان لمكان تاني. هو ده بيسموه راديو فريكونسي، فعشان كده بيدينا الصور اللي انت بتشوفها ده. بتقدر اخر مقالة انا قاريها، يقدر النهارده ان اقتصاد العالم في المعرفة اللي جاية نتيجة هذه الاكتشاف ده والاكتشافات بتاعته 70% من إنتاج العالم الاقتصادي، اللي هو طبعا العالم المتقدم اللي بيدي تكنولوجيا وبيبيع التكنولوجيا ديت في جميع أنحاء العالم. طيب إزاي احنا نعبر بقى هذا ونخش بقى الحاجة الجميلة دي؟ انتوا العالم اللي هو بيعمل كل ده
فانا بقول لكم هنا هو اللي هو المشروع القومي اللي كنا بنحلم فيه بقالنا اكتر من 12 سنه، ودلوقتي بنحاول ان هو يكون في طليعه المشاريع اللي بالنسبه لمصر، اللي هو النهضه العلميه. ده عملنا له لوجو دلوقتي، وطبعا الرمز بتاعنا اللي هو الهرم، عشان اي حد في اي حته في العالم يعرف ان ده في مصر. التركيبه بتاعته ازاي؟ في كلام ساعات في الجرايد وفي اماكن اخرى على انها جامعه. انا قلت كذا مره بس من زمان الحقيقه ان ديت مش جامعه. احنا لو عندنا احسن جامعه موجوده وبتخرج ناس وما يلاقوش طريق بعد كده، طريق مسدود، يبقى في الحاله ديت هيسيبنا، ويا اما يروح امريكا، يا اما يروح انجلترا، يا اما يروح اي حته في اوروبا او حتى اليابان او غيره. بس ازاي نعمل بقى المنظومه ديت المتكامله واللي يتفاعل فيها علماء المدينه مع العلماء الاخرين اللي موجودين في مصر وحتى كمان في العالم العربي ككل. فاحنا عندنا الدايره الاولى اللي في الوسط دي اللي في القلب اللي هي الجامعه، اسمها ده يعني يعني تقدر تقول ايه، سكتش كده بسيط بيوضح لك ازاي التركيبه اللي احنا عاملينها دي. فالاول عندنا جامعه، الجامعه ديت محاطه او موجود في جنبها مراكز بحثيه متميزه بيسموها Institutes of Excellence. انا الحقيقه عشان اكون امين انا واخد افكار من بلاد مختلفه، يعني سواء كان من جامعه كالتاك زائد الماكس بلانك انستيتيوتس بتاعت المانيا، انا على المجلس بتاعهم وفعارف كويس عن الماكس بلانك انستيتيوتس وكمان الانستيتيوتس اللي في الهند. وفي نفس الوقت زي ما هتشوفوا التكنولوجي نفسه بيراميد ده فكرة عجبتني جدا في تركيا وانا بزور هناك. هي موجودة في بلاد كتيرة بس بتاعت تركيا عجبتني. فاحنا واخدين منظومة جديدة لنا احنا في مصر، احنا عندنا حاجة خاصة عايزين نعملها بطريقتنا، بس بنستفيد من اللي موجود من العالم المتقدم وبنحاول ان احنا نجيبه لمصر. يبقى في الجامعة الام اللي هي النيوكليوس دي هتبقى بتخرج ناس مختصين بالذات في احدث ما توصل اليه علوم العصر، محاطه بمراكز الانستيتيوتس ديت او على فكره كلمه معهد عندنا كانها كلمه مش كويسه قوي زي الجامعه، بس ده منظومه مختلفه جدا. يعني في المانيا الماكس بلانك انستيتيوت اهم من اي جامعه اخرى في المانيا. الماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي ده بيعتبر من القمم، الكاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي كذلك من القمم. فبالتالي هنا الانستيتيوتس ديت هتكون زي ما هتشوفوا في علوم مختلفه اللي هي علوم العصر اللي تطلع مصر على الخريطه العالميه. حتى لو عملت هذا العمل بالانستيتيوتس وقفت هنا ما ينفعش، لابد ان السوق المصري والعالمي الانتاج المصري لابد انه يزيد، وعشان يزيد الانتاج المصري لابد ان العلم اللي طالع من الانستيتيوتس ديت يخش على اللي احنا سميناه تكنولوجي بيراميد، يعني هرم التكنولوجيا، بيصنع تكنولوجيا حديثه، بيخلي اولادنا يشتركوا معانا في شركات عشان يقدروا ينتجوا وهكذا. وبعدين زي ما انتم شايفين اخر حاجه اللي هي طبعا لصالح مصر والعالم. عشان تعمل مشروع بهذا الحجم وبهذا التركيبة المعقدة اللي زي ديت، أنا دايما كنت أقول إن في ثلاثية، واخد الكلمة من أديبنا العظيم نجيب محفوظ، تريلوجي. فده معناه في ثلاثية هنا، في التركيبة الأكاديمية وفي التركيبة القانونية وفي التركيبة المادية. ما نقدرش نعمل كل ده إذا ما كانش في تمويل مادي، وإذا ما كانش عندنا قانون بيحمي هذه المؤسسات ما نقدرش برضو نشتغل، وإذا ما كانش عندنا تصور ورؤية أكاديمية برضو ما نقدرش نشتغل. فهنا بس أديكم فكرة عن الوضع الأكاديمي بسرعة جدا، وهو إن الجامعة نفسها عبارة عن مش هتكون أزيد من 5000 طالب، ودولت بقى يعني هيتنقوا كويس جدا. ثانيا المعاهد ديت أو الانستيتيوتس اوف اكسلنس احنا بنفكر بين 6 و12. ثالثا هيكون التكنولوجي بارك اور بيراميد، هيكون في زي ما قلت لكم للصناعات. بجانب هذا هيكون عندنا حاجات تانية هاجي لها بعد كده شوية. أمثلة
لهذه الانستيتيوتس. اول واحد فيهم مثلا وده خلاص في التكوين اللي هو الانستيتيوت فور ميديكال ساينسز. مش ممكن بلد زي مصر فيها كل مشاكل الصحة والفيروسز والهيباتيتس سي اللي هو مرض الوباء الكبدي وكل ده وما يكونش عندنا دلوقتي أحدث ما توصل إليه العلم في العلوم الطبية. وزي ما هتشوفوا دلوقتي احنا داخلين في ايه بالظبط كده. السبب ان في اتش هنا هتشوفوا ده في الشريحة اللي جاية. هيكون برضو عندنا انستيتيوت تاني في العلوم النانو والانفورماتكس. عايزين نخش برضو في الاي تي ولنا برضو زي ما هتشوفوا مشاريع مع بعض الوزارات ومع بعض المؤسسات. عندنا انستيتيوت فور ايميجينج اند فيجواليزيشن، عايزين ندخل في داخل الخليه ونشوف ايه اللي بيحصل على احدث ما توصل اليه العلم. مش ممكن بلد زي مصر يبقى الطاقه الشمسيه موجوده تقريبا طول اليوم وما عندناش احنا احدث ما توصل اليه العلم سواء كان في الطاقه او الانفايرمنت، وان شاء الله ربنا في المستقبل اللي هي علوم الفضاء. عندنا كمان انستيتيوت اللي هو انا بتمنى ان يكون عندنا اللي هو فيرتشوال اديوكيشن. التعليم النهارده اصبح له ادوات وطرق مختلفه جدا، ونتمنى ان احنا ننشر ده في جميع انحاء الجمهوريه على اساس ان هو يساعد التعليم اللي هو مبني على الاسس المفاهيم. ده يعني بيسموه بروتوتايب معهد من المعاهد المتميزه او الاكسلنس. ده اسمه، وانا سعيد ان انا اذكر ده، اسمه حلمي انستيتيوت اوف ميديكال ساينسز. وهتشوفوا ده ليه؟ لان الدكتور حسن عباس حلمي راجل عظيم من الاسكندريه هو اللي تبرع بالمبلغ اللي هو يخلينا نعمل هذا الانستيتيوت. بس في كل انستيتيوت في مراكز. فمثلا في الحلمي انستيتيوت اوف ميديكال ساينسز عندنا 4 مراكز هتشتغل على احدث ما توصل اليه العلم. ناخد مثلا على سبيل المثال لحضراتكم، يعني عايزكم تشوفوا ان ده بس مش موضوع علم وموضوع نشر ابحاث. يعني هيبقى عندنا سنتر بيقوده واحد من المصريين اللي هو من اهم الناس اللي بتشتغل في هذا الموضوع، موجود حاليا في امريكا ويتمنى انه يعود لبلاده ليقود هذا الفريق. وانا اعرف يعني ما توصل اليه كويس جدا في امريكا. طيب ايه بقى دراج ديسكفري ده بس على مثال؟ يعني احنا لو قدرنا بس بواحد من الدراجز دي او العقاقير دي او ان احنا نكتشف حاجه جديده، نقول مثلا لمرض الكبد ده اللي هو الهيباتيتس سي، تتصور ان بقى مصر تعمل قد ايه فلوس من جميع العالم اللي هيقدر يشتري الدراجز الجديده. الهند دلوقتي داخله في موضوعات كبيره جدا في عمليه الدراج ديسكفري لانها عايزه تغزو العالم في هذا باسعار رخيصه جدا. فالدراج ديسكفري مش بس على اساس انه يعالج المصريين والعرب، بس في نفس الوقت كمان بيفتح فتوحات كبيره جدا بالنسبه للاقتصاد القومي. النهارده برضو لما نخش في عمليه الجينومز ديت ونشوف احنا ليه في نباتات معينه بتنمو في الصحراء اللي زي اللي عندنا ديت، ونطلع من التركيبه الجينيه ديت مواد جديده تغزو السوق العالمي كله. يبقى في الحاله دي بنعمل علم مش موجود غير ومخصص لنا احنا في بلادنا، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نعمل تاثير على العالم. من الناحيه القانونيه انا سعيد ان انا اقول لكم ان طبعا انا بدات ده في 99 لما خدنا الجائزه، والرئيس السابق اتصل بيا الحقيقه في اكتوبر 99، وكان طلبي الوحيد اللي هو بناء الصرح العلمي ده في مصر. لكن مش هنخش في تفاصيل دلوقتي في الليله دي، لكن كل اللي عايز اقوله ان البدايه بدات في ابريل. دلوقتي اعاده المشروع القومي ده ابريل في 2011، ودلوقتي هذه الحكومه عملت عمل كبير جدا انها الحقيقه سواء كان السيد رئيس الوزراء او الوزراء المعنيين، وانا ان شاء الله لما هنعمل الافتتاح لهذه المدينه لابد من ذكر بتفاصيل التاريخ واللي عمله الساده الوزراء ورؤساء الوزراء ليه انهم يوصلونا لهذه المرحله. احنا عندنا دلوقتي بدايه العمل
بدأت من امبارح حتى يعني، وهتشوفوا حاجات جميلة جدا عملناها لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت كمان سمعتوا البيانات اللي طلعت من المجلس العسكري اللي هو متحمس جدا لهذا المشروع القومي. احنا الأساسيات اللي احنا بنتكلم عليها في هذا المشروع القومي انه مشروع غير قابل للربح، non-profit organization، يعني أي فلوس تيجي لهذا المشروع هو لخدمة المشروع وتعود مرة أخرى إلى المشروع القومي. ودي نقطة مهمة جدا، ديت مش جامعة قابلة للربح، دي جامعة ومؤسسة وأبحاث وتخصصات في التكنولوجي وغيره كلها غير قابلة. أي حاجة هتيجي لابد إنها تدخل تاني للمدينة. ثانيا independence، احنا ما نقدرش نشتغل من غير ما يكون عندنا اللي بيسموه بورد اوف تراستيز او مجلس امناء بيحمي المدينه من كل البيروقراطيه وبيساعدها بالافكار الجديده اللي هي تقدر توصل لها. ثالثا الترانسبيرنسي، الشفافيه. اي حد عايز يعرف احنا عملنا ايه من ناحيه التصرف المالي او التقدم العلمي او الخ، ده برضو موجود. واخر حاجه واهم حاجه الحقيقه اللي هي merit based institution، يعني ده معتمد على درجه التفوق للانسان المصري وليس على الواسطه ولا القرابه ولا غيره. ده كله معتمد على اللي هو الاجتهاد للوصول الى الغايه. انا سعيد ان انا اقول لكم انه في اقل من شهر، يعني في الحقيقه اقل من اسبوع حتى، قدرنا نكون بورد اوف تراستيز عالمي ويشمل مصريين وغير مصريين، وعليه 6 معهم جوائز نوبل في الاقتصاد، في الطب، في الكيمياء، في الطبيعه. عندنا رئيس جامعه كالتاك، عندنا رئيس الأكاديمية العلمية للهندسة في أمريكا وهو الرئيس السابق للMIT، عندنا رئيس أكبر مؤسسة علمية في الصين، وعندنا ناس من يوروب، عندنا برضو الأستاذ عبد اللطيف الحمد من الكويت، عندنا ناس من مصر. الحقيقة أنا سعيد أن أنا أقول لكم عندنا الدكتور محمد العريان مصري يعيش في الخارج، وعندنا كمان الدكتور مجدي يعقوب واللي هو أنا سعيد أنه هو هيكون معنا في هذه الأمسية. عندنا كمان الحقيقة من المصريين العظام اللي عاملين شغل رائع دكتور محمد بلغار بصفته العلمية، الدكتور فاروق الباز، الدكتورة لطفية النادي، الدكتور مصطفى السيد، الدكتور أحمد جلال راجل اقتصادي عنده أفكار بيساعدنا كتير جدا، الدكتور محمد غنيم كلكم عارفينه الحقيقة، الدكتور أحمد عكاشة كلكم عارفينه، الدكتور فتحي سعود وهو يعيش في قطر وهو الرئيس مؤسسة قطر ومصري حتى النخاع فبيساعدنا جدا جدا، المدام منى ذو الفقار اللي هي بتقول لنا احنا صح ولا غلط في الناحية القانونية وغيره. وإن شاء الله قريبا جدا هتسمعوا عن شخصية مهمة برضو هتكون معنا على هذا البورد اوف تراستي. الحاجة الأخيرة الناحية التمويل، لأن لا يمكن ينجح مشروع زي ده إذا ما كانش عندنا التمويل الكامل اللي يساعدنا. حضراتكم لا يمكن تمول مشروع زي ده إلا إذا كان عندنا وقف، وإن احنا مش معتمدين على أي حاجة غير بعض الدخل من الوقف ومن الوطن نفسه، سواء كان تبرعات أو من مشاريع مع الحكومة. أنا بس أديكم مثال هنا لجامعة كالتاك. جامعة كالتاك بتصرف في السنة 600 مليون دولار، عندها 300 عالم. ال 300 عالم ده يعني هي طلعت لحد دلوقتي 35 جائزة نوبل في العلم والطب. ال 300 عالم ده معناه تقريبا كل عالم بياخد حوالي 2 مليون دولار في السنة، مش بياخد، بيجيب 2 مليون دولار. بس اللي أنا عايز أقوله التركيبة بتاعت 600 مليون دي جاية منين؟ جاية 9% بس من اللي بيسموها التويشن أو اللي هي المصاريف اللي بيدفعها الطلبة. في 20% بتيجي من الهبات اللي الناس بتدفعها. عندها انداومنت جامعة كالتاك بلايين، فبيجي لها بتستخدم بس منها 14% عشان خاطر تمشي العملية البحثية في البلد. وبعدين من الحكومة الأمريكية
51%. بس بتيجي ازاي من الحكومه الامريكيه؟ بتيجي عن طريق جرانتس، وانه الحكومه ملهاش اي تدخل في ازاي المشاريع بتمشي، بس احنا كعالم هناك بتقدم على جرانت بيجي لك المشروع فبتقدر تستخدمه. وبالتالي احنا التركيبه بتاعتنا مش هتختلف كتير في ناحيه ان احنا لابد يكون عندنا الوقف ده. نجيب الوقف ده ازاي؟ يبقى عايزين بليون دولار انداومنت اللي هو الوقف. لابد من ان احنا نوصل لده، ولبناء المدينه بالكامل يبقى برضو محتاجين انظر بليون دولار. وبعدين لما بسمع انا على الفلوس الكتيره جدا واللي موجوده في البلد واللي بتتهرب واللي دي حاجات بسيطه جدا بالنسبه لبناء النهضه المصريه. فما عندناش حل غير ان هو عمليه التبرعات وعمليه مشاريع حكوميه عن طريق البحث وبعض التويشن للي قادر فقط لا غير. انا سعيد ان زي ما قلت لحضراتكم اول اكبر تبرع في ان الحقيقه اعطانا دفعه كبيره جدا كان من هذا الرجل العظيم الدكتور حسن عباس حلمي، وهو صديق الحقيقه بعرفه لمده طويله جدا، ويعني تبرع بمبلغ 250 مليون، وده اللي هو ساعدنا على انشاء الانستيتيوتس اوف اكسلنس ديت اللي اتكلمت عنها. كمان الدكتور محمد العريان الحقيقه وهو مصري عظيم، وقابلته انا في امريكا واتكلمنا في هذا الموضوع، حتى لدرجه ان اللوس انجلوس تايمز قررت انها تعمل معايا مقابله من اجل ايه اللي بيحصل في مصر ده. مصريين في الداخل وفي الخارج كلهم متحمسين للي بيحصل وتبرع ايضا. عندنا كمان الليله بعلن لاول مره مؤسسات مهمه جدا في مصر تعرف قيمه التعليم والبحث العلمي ومستقبل هذه البلاد. وانا سعيد ان انا اذكر لكم انه بس امبارح وقعت بصفتي رئيس مجلس الامناء عقد مع البنك الاهلي المصري بتبرع ب 250 مليون للمشروع القومي المصري، واحنا داخلين معاهم الحقيقه مش بس التبرع، داخلين معاهم في شراكه. عندنا مشروعات اخرى كمان جدا بنحلم فيها بالنسبه لي التكنولوجي بيراميد او هرم التكنولوجيا ده، وهتشوفوا حاجات ان شاء الله عظيمه من هذه البارتنرشيب. كمان الحقيقه احب اذكر الليله بخطاب رسمي من السيد المفتي انه دار الافتاء اصدرت فتوى على انه فعلا التبرعات والوقف وغيره لهذا المشروع القومي اللي هو غير قابل للربح ده جائز كزكاة، وبالتالي ده بيدينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نبني بلدنا بالظبط زي ما بنبني بمشاريع اخرى اللي بترعاها المؤسسات الدينية. وانا سعيد ان مصر الخير قررت اكشوالي انها تخصص الجزء بتاع التعليم والبحث العلمي لهذا المشروع القومي، ونتمنى ان شاء الله ان نتعاون معهم قريبا جدا. يمكن من اعظم التبرعات اللي انا شفتها في حياتي ان السيد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العودة هو اللي عمل لنا المنظومة ديت، ان المصريين يتبرعوا من جميع أنحاء الجمهورية سواء في الداخل حتى أو في الخارج، واتفتح الحساب اللي هو 1000 ده. أنا بوريكم هنا يعني طفلة عندها 12 سنة تبرعت ب10 جنيه، تبرعت ب10 جنيه، واللي بتبرع ب20 جنيه وب30 جنيه. التبرع البسيط اللي جاي من جميع أنحاء الجمهورية جاي من 39 بنك في أنحاء الجمهورية، وصل تقريبا دلوقتي لحوالي 20 مليون جنيه. يعني ده معناه ان المصريين متحمسين. عندنا شباب بيقود دلوقتي صداقة المدينة، وهم نفسهم دلوقتي شايفينهم هم حاطين تي شيرتس وبيذهبوا الى القرى عندنا ناس كمان عاملة كتب انهم تبرعات على اساس انهم يجيبوا ويوعوا على احنا النهضة العلمية اللي مصر تشهدها دي. احنا فين احنا موجودين حاليا؟ احب اعرفكم ان هو في 99 يناير 1 سنة 2000 احنا كنا حاطين حجر الاساس وزي ما انتم شايفين في الصورة في 6 اكتوبر في الشيخ زايد. ودلوقتي حاليا بعد كذا قرار من الحكومة
أصبحت المدينة بتحدد في هذه المنطقة تاني، وهي تقريبا على مساحة كالتاك والام اي تي. بس التركيبة اللي أنا بوريها لكم دي احنا عملنا دلوقتي اللي هم بيسموه ماستر بلان أو خطة بالنسبة لكل المدينة. الماستر بلان ده فيه جزء الجامعة، بس ده جزء بسيط جدا من العملية ديت. بس كل مراكز الأبحاث العلمية اللي احنا هنبنيها ديت عبارة عن 6 ل 12 من المراكز المتميزة، وبعدين بنروح على هرم التكنولوجيا، وطبعا هيكون فيه المساكن هتكون كلها متكاملة إن شاء الله. التايم لاينز اللي احنا او اللي احنا متوقعينه بالنسبة للتنفيذ، احنا متوقعين اللي كنا عملنا عملية تعيين بعض السادة اللي هم بيديروا الإدارة، وده فعلا حصل بأكتوبر. ثانيا كونا مجلس الأمناء، وعملنا الحقيقة اجتماعين لمجلس الأمناء القومي اللي بيتشرف اللي انتم شفتوا الصور بتاعتهم مرتين لحد دلوقتي، بس يعني في 3 أشهر تقريبا. هنبدأ تكوين المدينة بالصورة الكاملة بداية في 2012، وهنتمنى ان احنا نبدأ ناخد الطلبة في برضو 2012، ويبدأ نظام الجراديوت بروجرام واللي هو بعد الجامعة في 2012 2013. اعتقد ان التكنولوجي بيراميد هيكون على تقريبا 2014. انا عايز اقول بس بعض الملاحظات عشان اخلص الحقيقة، عشان ما اخدش وقت كتير. نمرة 1 بعض الملاحظات المهمة على المشروع ده. نمرة 1 ان هذا المشروع مش بس زي ما قلت وهكررها تاني، ده مش في عملية تعليم كجامعة، ده تعليم إنتاج معرفة وبعدين رفع الإنتاج. وبالتالي هدفنا في الآخر خالص هو إن زيادة الجي دي بي أو المعدل الإنتاج القومي لمصر، وبالتالي وجودنا على الخريطة العالمية. كل إحصائيات العالم تبين علاقة واضحة طردية بين التقدم أو الإنتاج وبين البحث العلمي. إذا ما كانش فيه بحث علمي إحنا دولة متأخرة، إذا ما كانش فيه بحث علمي مش هيبقى فيه إنتاج على هذا المستوى. وده لو تشوف الصين، كوريا، ماليزيا، برازيل، تركيا، كل دولة أنا يعني نفسي بعرف عنهم وزرتهم، ولا تلاقي إن هذه العلاقة علاقة واضحة، فما عندناش خيار. في النقطة الثالثة مهمة برضو، لأن احنا عندنا ساعات بنقول الله واحنا هنعمل ده بس وبعدين والباقي يحصل له ايه؟ في كل بلاد العالم من أمريكا لألمانيا لدلوقتي الصين اللي أنا شايفه في أوروبا إنه وجود المراكز المتميزة لا يعني أبدا إنك أنت بتلغي المراكز والجامعات الأخرى. كويس، العكس، احنا بالعكس احنا عايزين نعمل اللي هم بيسموها نتورك زي كده الانترنت. لما نكون احنا في بعض المراكز المتميزة لابد ان احنا نتفاعل مع المراكز الاخرى والجامعات الاخرى في مصر، وبالتالي تنهض مصر ككل. وفي كل بلاد العالم التعليم بيختلف من جامعة لجامعة، حتى في امريكا كالتاك غير كاليفورنيا ستيت غير يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا وهكذا. اخر حاجة ان ده نون بروفيت، ما فيهوش ربح، وبالتالي لا يمكن ينجح حاجة هذا المشروع الا اذا اشترك فيه كل المصريين. وهنا بوريكم امثله للنتوركينج اللي احنا بنعمله. انا قابلت السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحدثنا ازاي نعمل الشبكه ديت اللي موجوده بين المدينه وبين المراكز اللي موجوده في جميع انحاء الجمهوريه. وهو وعدني لما يرجع من السفر ان هو هيدينا الصوره العامه لده عشان نشوف المراكز اللي احنا نقدر نتفاعل معها. انا قابلت كمان السيد وزير التعليم، لان التعليم من اول الابتدائي لحد الجامعه مهم جدا بالنسبه لنا. قابلت السيد وزير الاتصالات والمعلومات، لانه عندهم برضو شغل مهم جدا في عمليه النانو تكنولوجي والنانو ساينسز، وعايزين برضو نشوف طرق التبادل والتفاعل مع هذه المؤسسات. على المستوى العالمي احب ان انتم تعرفوا ان وجود المجلس الامناء ده مهم جدا لنا، لانه لما يكون عندنا ممثل في مجلس الامناء ناس من كالتاك وام اي تي والتشاينيز اكاديمي وغيره، ده بيفتح لنا ابواب كبيره جدا على جميع انحاء العالم. فديت المؤسسات اللي احنا ان شاء الله نتمنى نشتغل معاها. وبذكر هنا
صديقين وكمان ناس يعني مشرفينا الحقيقه، الدكتور مثلا مجدي يعقوب والمركز العظيم بتاعه اللي موجود في اسوان. واكشولي مجدي وانا دلوقتي بنحاول نجيب المجموعات بتاعتنا ان احنا نشتغل علميا على حاجات لها علاقه بامراض القلب، وديت هتكون حاجه جميله جدا. يعني عمليه الفيجواليزيشن اللي انا اتكلمت عنها ديت هو مهتم بالاساسيات العلميه لها، وديت هتكون حاجه مهمه في الربط العلمي. دكتور محمد غنيم يمكن انتم ما تعرفوش هو بيشتغل دلوقتي على الخلايا الجذعيه مع مجموعه عنده في المنصوره، ده حاجات مهمه جدا في البايو ساينسز، واحنا ان شاء الله هيكون لنا ربط مباشر معهم واخوه اخرين ومراكز اخرى اللي هي مذكوره هنا. دي بس عايز اوريكم ان احنا بدات اوريدي السيد وزير التعليم، دي حاجه بيسموها القريه الكونيه، كانت معموله من زمان بس دلوقتي فيها مدرسه اسمها ستيم. امريكا نفسها دلوقتي مهتمه بعمليه الستيم سكولز ديت اللي هي ساينس، تكنولوجي، انجينيرنج اند ماثيماتكس، يعني بتركز على العلوم الحديثه وعلوم العصر. بدأ السيد الوزير والوزاره في انشاء هذه اول مدرسه، واول مدرسه هتكون في 6 اكتوبر وهيكون لها ربط مباشر مع المدينه في العلميه. هناخد الطلبه دولت وهم لسه قبل الجامعه ونوديهم هناك ويشوفوا الابحاث وياخدوا محاضرات ويشوفوا الدنيا رايحه فين، ده يأثر على هم هيعملوا ايه في المستقبل. انا يعني خدت وقت الحقيقه كتير بس عايز اوريكم بس الدنيا رايحه فين، يعني ده ما عندناش خيار تاني، فمعلش هاخد كمان يمكن 10 دقايق ان انا اقول فيها ان فعلا الدنيا رايحه فين علميا، واذا ما كناش هنركب الصاروخ ده مش القطر، الصاروخ ده هنتاخر كتير جدا. ده كتاب لسه طالع جديد اسمه فيجنز اوف ديسكفري، وعلى الصفحه بتاعته على الكفر بتاعته في الصوره الشهيره بتاعت مصر. فالعالم انا بقسمها دلوقتي ل3 انواع من الدراسات. في اللي بيسموه دراسات متناهيه الصغر او الميكروسكوبيك اللي هي بتوصل للذره والنانو، وفي دراسات بتوصل للاحجام الكبيره والقارات البلانيتس او الكواكب والمجرات وغيره، دي بقى احجام كبيره جدا في الحجم. وفي العالم اللي هو بين الاثنين دولت اللي هو انت وانا، عالم البيولوجي وعالم دراسه المخ وعالم دراسه القلب وغيره. فهم دول تقريبا ال3 اللي احنا نتكلم. انا عايز بس اوريكم دلوقتي ان هديه ميشن طالعه من بيسموه وده معمل ناسا للنفاثات اللي هو موجود في باسادينا اللي انا بشتغل فيها في كالتاك، وهو يتبع جامعه كالتاك. وعلى فكره رئيس ده اللي هو بيطلع المركبات ديت للفضاء وبتنزل على المريخ، ورئيسه ان شاء الله هيكون في القاهره قريبا عشان يدي محاضره عامه عن هذا الموضوع. بس انا عايز اوريكم اهو ده مثلا JPL ده بينزل دلوقتي صوره المركبه اللي هتنزل على المريخ. بيفكروا ازاي ينزل دلوقتي مارس ساينس لابراتوري، هينزل معمل بكامل. يعني احنا بنحاول نبني معمل هنا في 6 اكتوبر، دول هيبنوا بقى دلوقتي معامل على المريخ. يعني فالمسافات كبيره ولازم نفوق، لازم نعرف احنا رايحين فين. ديت اللي هم بيتصوروا ازاي دلوقتي. انا شفت الحقيقه المعمل ده بنفسي مع تشارلي لاتشي، وتشوف بقى دلوقتي المركبه ديت لما هيخلصوها هتنزل دلوقتي على المريخ. حضراتكم يعني دي على المريخ، احنا بيننا وبينه الملايين والملايين من الكيلومترات، يعني عشان الصور تيجي هنا تاخد 15 دقيقه في سرعه 300,000 كيلومتر في الثانيه. بس ايه اللي هينزل من المركبه ديت اللي هي نازله ديت، والتحكم بقى والهندسه والاداره والى اخره. هتشوفوا حضراتكم ان معامل من احدث ما توصل اليه العلم في هذه المعامل. وتنزل هنا على المريخ، يبدأ يطلع منها الليزر، فيها عيون ليزرية كده اهو زي ما انتم شايفين. يبدأوا ياخدوا عينات معينة من الأحجار اللي موجودة عشان يعرفوا إذا كانوا ممكن يبعتوا إنسان في المستقبل ولا لا. إيه المعادن اللي موجودة،
ايه الطاقات اللي موجوده هناك اللي ممكن تستغل. فدولت في المريخ، ده كل ده في المريخ. دي مثلا حاجه على البرين، انا واخدها الحقيقه من صديق بيشتغل في جامعه كامبريدج اسمه كريس دابسون، عمل شغل رائع جدا على موضوع الالزهايمر اللي هو هيجي لنا سونر اور ليتر زي ما بيقولوا. الالزهايمر ده فعملوا ايه؟ خدوا الانتس او النمل، وهم اكتشفوا ان في ماده بيحصل لها ترسب في المخ نفسه بيسموها اميلويدز، بتبقى يعني فكر فيها زي البلاستيك كده لما بنكبر في السن، فده بيخلي الخلايا اللي هي بتعمل بتخليك تشوفني واشوفك والخ بتقف شويه، فبتضعف الذاكره والخ. فهو عمل شغل ان هو لقى طريقه ان هو يلاقي الماده اللي تقدر ما تخليش الاميلويد ده يتركب او يتكون. فهنا خد نمل في 3 تيوب، 3 تيست تيوب، ده واحد على الشمال واحد في الوسط واحد في اليمين، وقدر لكل من نمل ده يديله المادة اللي بتوقف تركيبة الأميلويد. لما بتوقف تركيبة الأميلويد النمل بيجيله العقل لو تحب تفكر فيها بالطريقة، بحيث انه يقدر يمشي ويعرف هو رايح فين. لكن للأسف لما بيكون عنده الأميلويد اللي هو بيسبب الألزهايمر في الإنسان ما بيقدرش يتحرك. دي علوم على أحدث الطراز في البيولوجي. وشوفوا بقى حضراتكم العلوم اللي طلعت بس في آخر 10 سنين نتيجة الثورة الهائلة في علوم الجينوم. physical biology, systems biology, synthetic biology, behavioral biology، كل ده نتيجة بس اكتشافات في الجينومز واللي هم بيسموهم بروتيوميكس. عايزين دلوقتي يغيروا، حتى دي آخر مقالة هي 2011، عايزين دلوقتي يغيروا في طريقة التعليم بتاعة الأولاد بأنهم يستخدموا حاجات جديدة في بيسموها يعني artificial intelligence على اساس ان هو يقدر يستيميوليت المخ ده عشان خاطر انه يتعلم احسن وتبقى قدراته احسن. احنا نفسنا مثلا عايز اوريكم حاجه جميله سعداء بيها، اللي هو الميكروسكوب رباعي الابعاد ده. قدرنا المصريين القدماء عملوا الهارب اللي هو كان اول آلة موسيقية جميلة، الحجم هنا متر مثلا، متر. النهارده بتقدر لو تسمع الموسيقى دلوقتي اللي عندك النهارده بتقدر تعمل الهارب ده نفسه بس على النانو سكيل. ايه النانو سكيل؟ 1 على بليون من المتر. فالنهارده بتقدر بتشوفه وبتصنعه وبتعمله على النانو سكيل، مش بس بقى بالامتار تعمل. وحتى عملنا نانو بيانو، يعني ده نانو بيانو دلوقتي. طبعا ما تشوفوش بعينك لانه حجمه بس 1 على بليون، او الدايمنشن بتاعته 1 على بليون من المتر. ففي رأيي أنا إن المعرفة مش بس إنها يعني لاكجري ولا هي عبارة عن حاجة كده ننبسط إنها تكون عندنا، لا 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 لا. المعرفة هي الأساسية، أنا في اعتقادي على الأقل أنا كتبت الكلام ده، إنها هتخلينا أولا نعرف نحمي نفسنا ناحية الدفاع. المعرفة هي الطريق للإنتاج، وإن احنا فعلا نقدر نبقى دولة متقدمة prosperous. والمعرفة كمان لها دور مهم جدا حضراتكم، إنها هتenlighten us، هتشيل الضباب والغباء والغبار اللي موجود في طريقة التفكير وطريقة استخدام حاجات شعوذات وغيره في الحياة العامة. المعرفة كمان مهمة جدا. دي أحدث ورقة علمية أنا قريتها من ناحية الاقتصاد على موضوع ثورة الجياع، ودي تخوف، الحقيقة تخوف. اللي كتب المقالة دي بيقول علاقة بين الغلاء في أسعار الغذاء مع السنة اللي هي فيها، وبيشرح بيقول إنه في سنة 2008 زادت أسعار الغذاء كتير جدا، ولما زادت ده حصل قتل وتجمهرات كتيرة جدا في العالم. بس يعني الأعداد كانت هنا 6 مش عارف 10 40 30 وبتاع. بيلاقي إن في بيسموها بيك تانية أو صعدت تاني مرة في حوالي 2011،
يعني في نص كده بين 2010 و2000 يعني 2010 و2012 يعني تقريبا 2011. في 2011 اللي هم بقى بيقولوا عليها ايه، حصلت الثوره المصريه وحصلت تونسيا وحصلت مش عارف موريتانيا والسودان وده، عدد القتلى زاد حتى عن قبل كده. هم متوقعين دلوقتي، دي يعني بعض التوقعات ما حدش يعرف اذا كان ده هيبقى صح، متوقعين ان هيبقى في ثوره جياع تانية في 2013. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا اذا ما كناش هنقدر حتى نتحكم زي ما بيقولوا زمان في لقمه العيش بتاعتنا، ان احنا ننتج القمح وننتج، نبقى عندنا قوة حتى الغذاء نفسها موجودة في البلد، هتبقى في مشاكل كتيرة جدا، وما كانش عندنا الأمن والثبات ده مش لا يمكن ان احنا هنقدر نعمل. مصر محتاجاك ومحتاجاني ومحتاجة كل مصري موجود في الداخل وفي الخارج. احنا عشنا يعني عايز اقول ايه، عشرات السنوات دلوقتي 30 سنة واكتر، واحنا الحقيقة في حالة من التدهور. ومصر تقدر انها تعيد المجد بتاعها بالعمل الجاد. احنا بدأنا فعلا بحاجة اسمها الريد فند، وانا اتكلمت عليه حتى في اوروبا في الجي 20 ده او مجموعة ال20، اللي هو انا مسميه ريد لانه ده اللي هو عبارة عن رينيسانس ان ايديوكيشن اند ديفلوبمنت، او النهضة بالنسبة للتعليم والإنتاج. وريد طبعا لها معنى خاص زي ما انتم عارفين طبعا، اللي هي الكلمة الأولى في القرآن الكريم. الحقيقة الكونتريبيوشن لده لازم يكون زي ما قلت لكم هيوصل ل 2 بليون، وده قليل جدا. يعني جامعة كاوس بتاعت السعودية 20 بليون انداومنت في السعودية، اللي هي برضو جامعة للعلوم والتكنولوجيا. قطر فاونديشن يمكن داخل دلوقتي في حوالي 50 بليون. يعني فده حاجات متواضعة، بس أنا بعتقد أن نقدر نعمل عمل مهم جدا في هذه البلد الأمين. أنا عايز بس أنهيها بأن أفكركم بحاجة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وبراده فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وبراده فرائض عقدي. هو ده الحقيقة اللي أنا عايز أقوله، اللي هم إذا كنا بنينا الأهرامات قبل كده ومصر لها المجد العظيم ده، إحنا نقدر نبني ونعمل فعلا مشروع قومي عظيم، إنه فعلا ياخد البلد العظيمة ديت إلى. أنا هسيب آخر شريحة ديت قدامكم، لأن فيها مصر تستطيع، وإن شاء الله هنستطيع، وكلنا هنشارك في بناء هذا. بس هختم بكلمتين بقى. عايز أقول شعب مصر العظيم إن العالم بيمر بمشاكل وتحديات كبيرة، من اقتصاد إلى الوضع البيئة العالمي. أنا زي ما قلت لكم كنت في مجموعة ال20. جوردن براون اللي هو اللي كان رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة كان بيقول لي إن مشكلة الاقتصاد العالمية وفي مصر بالذات مشكلة خطيرة جدا جدا. كمان في البيئة برضو سمعت اللي كانت مع آل جور اللي هو كان فايس بريزيدنت بتاع أمريكا، بيقول
ان الدلتا المصريه مهدده في هذا الوقت. ليه؟ لان طبعا المناخ بيتغير والميه بتتغير. احنا عندنا تحديات كتيره جدا موجوده حاليا دلوقتي. مصر كمان بتمر ب اوضاع اخرى، الوضع الامني الداخلي، الاقتصاد والعماله، حمايه البلاد في كل اتجاه، من ليبيا، من الشرق، من الشمال والدلتا واللي بيحصل من الجنوب. ففي اوليات وفي مشاكل كتيره جدا لابد ان ولكن انا على يقين تام وتفاؤل مبني ليس على العواطف ان مصر لن تعود لما كانت عليه. مصر لن تعود لما كانت عليه، وانا بعرف جيدا ان هتشوفوا ان شاء الله تغييرات جذريه وقريبا جدا ان شاء الله، وان مصر تستطيع، ومصر كان، ومصر التي كانت مهد الحضارات لابد وأن تنهض مرة أخرى بالعمل الجاد. ولا ننسى الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. وفقنا الله لخدمة هذا البلد العظيم، وشكرا.